السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن روتين العنايه بالبشره بالليل. فلو انت حابه تعرفي ازاي انا بعتني بشرتي بالليل تابع الفيديو لحد اخره. اول حاجه بعملها بالليل خالص هو ان انا بجيب الغسول بتاعي من نيتروجينا. اتكلمت عنه كتير قبل كده وقلتهولكوا كتير، فمش عايزه اتكلم عليه كتير قوي يعني. بس انا بحبه جدا واتعودت عليه. يعني هو بيقضي على الحبوب، يعني هو من وظائفه ان هو بيقضي على الحبوب وبينظف البشرة. هو بيعمل كده فعلا لو انت انتظمتي على الروتين بتاعك. بشرتك الحبوب بتاعتها هتقل وهتبان، يعني هتكون نضرة اكتر. فلازم ان انت يعني مش مرة واحدة خلاص الغسول تستخدميه مرة وتستني ويعني تنتظر ان خلاص بشرتك هتتحسن وكده من استعمال واحد. لا، لازم تستمر عليه علشان يجيب افضل نتيجة. بعد كده بجيب المقشر بتاعي من ايفا. المقشر ده انا دلوقتي بحبه جدا. انا عملت عليه ريفيو كامل، لو كده هسيبه لكم في صندوق الوصف. بس هو جميل جدا. آه هو المفروض للبقع والتصبغات اللي على الوش. انا ما عنديش تصبغات قوي او بقع قوي، بس هو كعامة بيفتح لو استمريتي عليه، عشان هو بخلاصة الترمس معروف ان هو بيفتح البشرة. وغير كده يعني بعد ما بغسل بيه بحس بشرتي عاملة زي الأطفال. بشرتي طرية جدا وناعمة جدا، يعني فعلا زي الأطفال. فأنا بنصح بيه أي حد. وهو سعره رخيص جدا، تقريبا 20 جنيه. أيوة، كان ب20 جنيه. آم، فرخيص جدا ومتوفر في كل الصيدليات، فلازم تجيبوه. ده لازم على الأقل تجربوه. أنا نسيت أقول الغسول بتاعي، أنا المقشر سوري بتاع إيفا، أنا بستخدمه كل يوم. يعني هو عشان أنا بشرتي دهنية فمش بتأثر قوي من هو جاف. وهو بعدين برضه هو مش بيقشر جامد البشرة. يعني أنا بشرتي مش بتتقشر منه قوي عشان بشرتي دهنية. لكن انتي لو بشرتك جافة أو حساسة لا تستخدميه مرة. هما كاتبين في العبوة ان انتي تستخدميه تقريبا مرتين في الأسبوع زي أي مقشر عامة. بس أنا بستخدمه لأن هو خفيف. بستخدمه كل ما بحس ان بشرتي محتاجة انها تتقشر وكده، فأنا بستخدمه كل يوم وهو حلو جدا. تالت حاجة هو التونر اللي انا بستخدمه. هي عبارة عن مية الورد تعتبر بديل طبيعي للتونر. فانا بصراحة مش بحب اشتري تونر ما حسيتش ان هو بيعمل اي حاجة. مش حاسة ان هو بيجيب نتيجة يعني. لكن مية الورد دي حسها حلوة، ومية الورد بتريح جدا البشرة. حتى انا بحطها حوالين يعني منطقة العين والهالات، علشان برضو هي بتهدي المنطقة دي وبتريحها شوية. وبعد كده في المرطب ده من لوريال ده انا عملت عليه ريفيو كامل برضو، هسيبهولكوا في صندوق الوصف. المرطب ده عجبني جدا ان هو جل، وانا بشرتي دهنيه فاحسن تركيبه، يعني احسن تركيبه مرطب البشره الدهنيه ان هو يكون جل. رغم ان هو مكتوب عليه البشره المختلطه او العاديه، انا بستخدمه للبشره الدهنيه مش حاسه ان هو بيزيد او بيعمل دهون. لا، بيرطب وبس وبيخلي بشرتي ناعمة جدا. بعد كده في مرطب العين من اوريفليم. برضو لازم ترطبي عينك لان المنطقة دي حساسة جدا. وممكن يعني هي اكتر منطقة رقيقة، وهي اكتر منطقة محتاجة عناية في بشرتك. هي منطقة العين دي لان هي منطقة زي ما قلت رقيقة جدا. مهم يعني. آه، المرطب ده من اوريفليم. هو انا جايباه ترطيب بس مش جايباه. هو بيقول ان هو الانتفاخات. انا للاسف يعني مش للاسف، الحمد لله يعني ما عنديش انتفاخات. فعلشان كده مش هقدر اقول هل هو بيعمل فعلا بيقلل الانتفاخات ولا لا. بس انا حاسه ان انا لو انتظمت عليه، لما بنتظم عليه بحس ان الهالات بتخف. ودي يعني حاجة حلوة جدا، رغم ان انا مش عارفة هل هو مكتوب ان هو بيقلل الهالات السوداء ولا لا. بس انا بصراحة حاسة ان هو حلو جدا للهالات السوداء لو انت انتظمتي عليه. واعتقد ان الانتفاخات كده، الانتفاخات اللي هي حوالين العين، لو انت انتظمتي عليه اكيد هتعمليه. بعد كده نرجع للوش تاني. اول حاجة بستخدمها بعد ما عملت المرطب بحط كريم او مرهم اكنومايسين. برضو عملت عليه ريفيو كامل، ولو كده اسيبه لكم في صندوق الوصف. آه البتاع ده بعمله على كل وشي لان بحس ان هو يعتبر مضاد حيوي، فمش بيأذي البشرة قوي. فبحس ان هو لما بحطه على وشي هيقلل فرص ان الحبوب تطلع لي،
وهيخلي بشرتي احلى. وانا لما بحطه بصحى يعني بتبقى بشرتي هادية جدا، مبحسش ان فيها حبوب صغيرة كده. لو استمريتي عليه برضو هيبقى حلو جدا. وهو سعره تقريبا 3 جنيه يعني او 5 جنيه حاجة زي كده، يعني مش غالي اوي. بعد كده بستخدم كريم اكراتين اللي هو 25. ده على الحبوب. لو انا مثلا طلعلي حبة او كده، انا مش بعمل تقشير دلوقتي، بس لما بتطلعلي حبة او كده بحطه كماسك بالليل، واصحى الصبح الاقي الحبة دي نشفت وكده. وبرضو اكراتين ده عامل عليه فيديو كامل هسيبه لكم في صندوق الوصف. فهو حلو جدا، وانصح بيه اي حد لان هو للحبوب جميل جدا. بس برضو استشيري الدكتورة بتاعتك قبل ما تستخدميه، عشان هو يعني ممكن يكون ليه اضرار شوية. بعد كده بروح على السنان، بغسل سناني بالغسول ده، غسول السنان ده، معجون السنان ده من سنسوداين. حلو جدا ان هو للاسنان الحساسه. سنسوداين متخصصه للاسنان الحساسه. فانا انا اسناني اليومين دول حساسه مش عارفه ليه، فبستخدمه وحلو جدا. بعد كده برضو بستخدم، مش على طول برضو، مش يعني مرتين في الاسبوع، بستخدم بودره ايفا. اتكلمت عنها قبل كده تقريبا في مفضلاتي. حلوه جدا، وبحسها انها بتنظف شويه وبتقوي الاسنان. بعد كده بحط قلم الروج ده من اوريفليم. ده كان من اسوأ المنتجات اللي انا استخدمتها في 2016. انا مش بطلع بيه، انا بس بحطه يعني يعتبر كزبدة عشان بس اخلص منه. هو فيه ترطيب حلو جدا، بس انا بستخدمه زبدة مش بستخدمه كروج اصلا، لان هو مش حلو، خفيف جدا. بعد كده اخر حاجة بعملها هو ان انا بعمل ايديا ورجليا والكوع بتاعي بالكريم النيفيا ده للترطيب. كريم حلو جدا. هو بيرطب جميل جدا، لان هو مش عارفه، هو تقيل شويه، بس بحس ان هو على الرجل وعلى الركبتين وكده والايدين بيرطب، مش بيخليها دهنانه قوي يعني. فبحبه جدا، وده كان من ايام ماما بتستخدمه يعني، فاحنا بنستخدم على طول نيفيا للكعوب يعني وكده. بس وهو ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد.